ده ايفون 11 برو، واقول لك ليه ممكن تشتريه في 2023 بالرغم انه نازل من 2019، ولكن لسه هينزلوا تحديثات لمده سنتين او ثلاثه من الاي او اس. ولكن الفكره معايا ان الموبايل هنا كان بجد بطاريته مختلفه جدا بالمقارنه مثلا ان انا معايا الاكس اس، وبعد كده مسكت الموبايل دوت، لا في فرق كويس جدا. حتى قبل ما نزلته قال لك في فرق 4 ساعات عن الاكس اس وكده. وفعلا انا بطاريه يعتمد عليها لو مشحون مثلا 60 70% او فيما فوق، ببقى ماشي بيهم مش قلقان، راح مشوار مسافر في حته الكلام ده. الحوار بقى مش شاغل بالي، بيبقى معايا بقى مثلا باور بانك او معايا شاحن لازم يبقى معايا في شنطه ولا حاجه، مش خايف اللي هو يفصل مني. يعني اللي هو بطاريته تقريبا كان فوق بتاع 3000 وكسر كده، ولكن كان بتقعد معايا. كمان ان هو اخر موبايل من ابل بيجي بعلبه متكامله فيها السماعه، الشاحن، الوصله، فيها كل حاجه. وبيجي اللي في العلبه الشاحن السريع ال 18 واط، كل ده موجود في العلبه. وادي كانت اخر علبه من ابل تيجي متكامله اصلا. يعني انت لو جاي من اندرويد ما تتوقعش بقى ده يتقارن بموبايلات اندرويد اللي هي بتبقى 5 و6 و10000 ملي امبير والارقام دي، ولكن يعني يعتمد عليه بالنسبه للايفونات اللي قبل كده والحوارات دي. طب ايه اللي خلاني اتكلم عن ايفون 11 برو دلوقتي رغم انه موبايل مش منتشر، رغم من ان هو موبايل مميز وجامد؟ لان ممكن من فتره ما كانت الاسعار معقوله كده، كنت ممكن حد يقول لك بص زود عليه شويه وروح للبرو ماكس مثلا. اما دلوقتي مع زياده الاسعار بقى والدنيا عماله تزيد كل شويه، بقى اصلا ان انت توصل لثمن ال 11 برو العادي بقى مش ناقص ان انت تزود عليه عشان تجيب الماكس او تجيب حاجه اعلى او كده، فاهم؟ دلوقتي بنفس السعر تقدر تروح تشتري الاكس اس ماكس اللي هو اصلا اقل منه، ال11 اللي هو تقريبا بيتباع بنفس الرينج. الاجهزه دي اصلا اقل منه وبنفس السعر، بنفس السعر تروح لل11 برو اللي هو افضل منهم من ال11 وافضل من الاكس اس ماكس. لان الموبايل ده فعلا مميز، كل اللي انت ممكن تحتاجه وبزياده، بالاخص الكاميرات. الموبايل هنا فيه 3 كاميرات، التلاتة 12 ميجا بكسل، ولكن الفكرة هنا بيطلع لك صور جامدة جدا. بالنسبة للكاميرا الأساسية في ضوء النهار كانت بتطلع صور كويسة يعتمد عليها. حته الكاميرات دي ممكن يبقى افضل كاميرا ممكن تشتريها انت لو صانع محتوى موديل، محتاج تصور فيديوهات اي حاجه. بص كاميرا ال11 برو هتقدم لك تجربه في حته تانية، فكرة خالص. كمان اي حد يعرفني يعرف قد ايه انا بحب الوايد انجل. الكاميرا الوايد انجل دي انا بستخدمها كتير قوي لدرجة اللي هي اهم من الكاميرا الاساسية بالنسبة لي، او مش اهم، هي من اهمية الكاميرا الاساسية بالنسبة لي. وبالاخص في ضوء النهار الكاميرا الوايد انجل كانت بتطلع صور فيها دايناميك رينج خطير جدا، وكمان بقى كنت بصور بيها فيديوهات جامدة قوي. بجانب كمان ان الصور بقى بالليل كان بتطلع صور تفاصيل، كان الصور يعتمد عليها وكويسة. والفكرة بقى ان انت عندك هنا خاصية النايت مود كانت بتخلي الصورة حاجة تانية خالص. الكاميرا هنا كانت تقدر تجمع اضاءة وتديك بقى تفاصيل وصورة مختلفة عن اللي انت تصور بالكاميرا العادية بالليل. وفي نفس الوقت برضو الكاميرا هنا كانت بتديك بورتريه مايل، الصور مايلة للدفء كده، ولكن كانت الوانها مشبعة، تحديد الاطراف فيها كويس جدا مظبوط مفهوش ولا غلطة. زائد كمان انت عندك هنا كاميرا برضو سيلفي 12 ميجا بكسل، بتقدم لك صور وفيديوهات تقدر بقى تعمل فيها ستوريز وحوارات من دي، فلا كانت كاميرا كويسة يعني. طيب لما نيجي بقى هنا للشاشة، عندك هنا شاشة 5.8 انش فول اتش دي، لسه فيها النوتش الكبيرة اللي فوق ديت اللي فيها الكاميرا الأمامية والسنسورات بتاع المكالمات والفيس اي دي. بالمناسبة برضو الفيس اي دي كان سريع وكويس جدا، تقدر تتفرج على محتوى بشكل لذيذ يعني كويس. بس المشكلة زي ما قلت لك كده حتة النوتش دي اللي بتقطع اي حاجة انت بتتفرج عليها، بتقطع جزء منها. هو ليه ده عشان النوتش بس. يعني انا كنت عامل فيديو عن ايفون 6 اس وكنت مبسوط بالمشاهدة عليه اكتر من 11 برو. شاشته كانت اصغر بكتير من 11 برو، ولكن الفكرة ان انا كنت بتفرج على فول سكرين، مفيش اي بقى ولا نوتش ولا بقى الدايناميك الجديدة ولا اي حاجة قطعاني ان انا اتفرج على محتوى كامل. ومع ان الشاشة هنا فول اتش دي، ولكن كنت تقدر
تتفرج على فيديوهات على يوتيوب لغايه 4K. من بره كده، فالشاشه بتاعت الجهاز دوت كانت كويسه تحت ضوء الشمس، هي مش الاعلى ولكن كانت كويسه ومقبوله وبقدر اشوفها، فبس يعني ما كانش في اي ملاحظه، يعني ممكن تبقى عيب لناس تانية بس هي بالنسبه لي كانت قشطه. الموبايل ده كله مصنوع من الازاز عامه، ظهر بقى وفريم من المعدن وحوارات. الحاجات اللي انا بفضلها جدا في الموبايل دوت هو حجم الصغير كده، اللي هو مينيمال كده وملموم في ايدك، تقدر توصل لاي حاجه في اي حته في الجهاز من غير ما تستخدم ايدك التانية. خصوصا مثلا لو انت مسافر رايح في حته شايل حاجه، اللي هو ايه مشغول محتاج تستخدم بايد واحده، فالموبايل ده لا صغير كده وتقدر تستخدمه بكل سهوله. في حته الاداء ديت الموبايل هنا بالاي 13 بايونيك ومش عارف ايه، وبعيدا عن الارقام والكلام ده كله، الجهاز كويس جدا في كل حاجه انت محتاجها. عايز بقى تلعب، عايز في تنقل، في سوشيال، في اي حاجه انت محتاجها هيديك اداء كويس. زائد كمان الاداء في الالعاب كان جامد جدا. ممكن المشكله الوحيده اللي واجهتني في الايفون 11 برو ان الشاشه هنا 60 فريم بس، ما بتدعمش 90 او 120 مثلا، فلما كنت بلعب مثلا على موبايل بيدعم 90 او 120 بالذات كنت بحس بفرق شويه في الاداء بسبب الفريمات اعلى، ولكن الموبايل هنا كان اخره 60 بس. فعلا الجهاز دوت يعتمد عليه جدا في اداء هتبقى هيديك اداء انت فوق اللي انت محتاجه كمان، يعني ممكن ما تبقاش محتاج اداء اكتر من كده. بالمناسبه هنا عندك سماعات ستيريو كويسه، في المكالمات كانت كويسه جدا، في الصوت كان نقي وكويس، هو مش اعلى حاجه ولكن كان كويس ومقبول يعني. ومن الحاجات المميزه جدا في الموبايل هنا هي حته ان هنا الموبايل بخطين، انا مش عايز اقول لك ان الحوار ده فرق معايا قد ايه، بدل ما كنت بمشي بموبايلين او اشيل خط بيبقى معايا في جيبي وخط في الموبايل بحيث ان احب اغير اشيل واحطه مش عارف ايه، لا هنا الموبايل بخطين، فانا ماشي خطين بتوعي حطيتهم في الجهاز وبستقبل وبتكلم وبعمل كل حاجه، مش محتاج بقى ايه اي حوارات او موبايل تاني او افضل شايل الخط. الحوارات دي فرقت معايا قوي، يعني حاجات بسيطه بس بجد فرقت معايا. وبرده الموبايل هنا مقاوم بقى للميه والاتربه والكلام ده، وتقدر تنزل بيه عادي حمام سباحه، بس ما انصحكش قوي بالحوارات دي، ولكن انت تقدر عادي ما فيش اي مشكله. بعد مش عارف تقدر تنزل فيه عمق 4 متر حاجه كده، فاللي هو لا كويس يعني. من العيوب اللي لقيتها في الجهاز هنا برده شويه حته المساحات، لان الموبايل ده نزل بنسختين، نسخه 64 ونسخه 256، فانت ما تشتيش ال 64 طبعا، ما انصحكش بيها نهائي لان فعلا هتخلص وهتندم على حوار ال 64، فلازم تجيب 256. وعارف انت الحل الوسط بتاع 122 ده ما كانش موجود، فده يعني عيب شويه، بس انت كده كده في يعني في 23 حاول 256، يعني هات 256 بس كده. دي كده كل حاجه مع تجربتي مع الايفون 11 برو. جهاز كويس جدا ومميز جدا في حته الكاميرات وفي اداء، وهيديك تجربه مختلفه جدا. ففي النهايه متنساش تعمل لايك، سبسكرايب، ولو عجبك الفيديو تقدر تعمل له شير.